وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، وقفا من سيرة سيد العظماء. من سيد العظماء؟ إنه النبي محمد، وما أدراك ما محمد. أثني على من أتدري من أمجده؟ أما علمت من أهديته يمين في أشجع الناس قلبا غير منتظم وفي أصدق الناس قولا غير مستهن. لما نجحت رأيت النجم يحملني والشمس والقمر قد حسنان دعتيها زيادة ومادحا وما هزين وما قال في لرم. هو اليتيم أو الأيتام كلهم جاءت شريعته لتمحونا بالأمة المسلمين. إن الحديث عن سيرة النبي محمد لهو أمتع الحديث وأجمله وأحسنه. إن الحديث عن النبي محمد لهو أصدق الحديث وأجمله وأتمه. فأين يوجد الصدق إلا في منطق النبي محمد؟ وأين يوجد العدل إلا في محكمة محمد؟ وأين توجد القيم والمثل بعينها إلا في مملكة محمد؟ وأين توجد البركة إلا في ركاب النبي محمد؟ وأين يوجد البذل والعطاء والجود إلا في عطاء النبي محمد؟ وأين يوجد الصدق إلا في منطق النبي محمد؟ وأين توجد العزة والغلبة والمنع إلا في ركاب النبي محمد؟ أحب الله من أحب محمدا، نصر الله من نصر محمدا، صلى الله على من صلى على محمد. اللهم
حين نتكلم عن النبي محمد فإننا ما هربنا بماضينا لنستغني عن حاضرنا، بل نستمد من ماضينا قوة لحاضرنا. إننا حين نتكلم عن النبي محمد سوف تتوارى الكلمات منا خجلا وحياء، فأنا لا أتكلم عن زعيم سياسي ولا بطل قومي، إنني أتكلم عن صفوة الأنقياء الأصفياء محمد عليه الصلاة والسلام. إننا حين نتكلم عن النبي محمد فإنا لا نضيف للنبي أي شيء، لأنه قد أعطى البشرية كل شيء. إننا حين نتكلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم ستكون الكلمات فيض من خاطر، قطرة من قلم، همسة من فؤاد. إنها ورب الكعبة تعبيرا لغربة المسلم أمام شيخه وأستاذه وقائده ومعلمه عليه الصلاة والسلام. تأخرت عن وعد الهوى يا حبيبنا، ومن كنت عن وعد الهوى فتأخره. أتسأل عن أعمالنا؟ أنت عمرنا، أنت لنا تاريخ، أنت المحرر. تذوب رؤوس الناس في كل لحظة وفي كل يوم، أنت في القلب تكبر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فدعني الآن أغسل سريرتك بماء سيرته العذب الزلال، وسأنحر قلبك بماء هدايته، وسأطلق العبرة مع العبارة، وسأرسل الدمعة مع الدعاء. إننا حين نتكلم عن النبي محمد سيأتي الإشراق من بعد الإغلاق، سيأتي النور من بعد الظلمة، سيأتي العلم من بعد الجهل، سيأتي الفرج من بعد الشدة. وإن شئت إجمالا تقول إننا حين نتكلم عن النبي محمد ستأتي الحياة بمعنى كلمة الحياة من بعد الموت. والملائكة وقد جاء النبي محمد بشريعة من عند الملك جل جلاله، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها يا محمد، صلوات ربي على نبينا محمد. ولم لا؟ وقد جاء بهذه الشريعة وهذا الدين الذي لا يقبل الله سواه، وهو الدين الذي ارتضاه الله للعباد. قال رب الأرض والسماء إن الدين عند الله الإسلام. قال جل في علاه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن هذا الدين هو دين نوح عليه السلام ودين محمد عليه الصلاة والسلام، أي أنه دين جميع الأنبياء والمرسلين. فها هو نوح أول رسول على وجه الأرض يدين لله جل جلاله بدين الإسلام. قال تعالى على لسان نوح عليه السلام وأمرت أن أكون من المسلمين. إنه دين إبراهيم عليه السلام. قال رب العباد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا الدين يا سادة هو دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال جل في علاه أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا
نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون هذا الدين يا سادة هو دين يوسف عليه السلام. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا الدين هو دين سليمان عليه السلام. قال تعالى على مثال سليمان في رسالة لملكة سبأ قال سليمان عليه السلام إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقال تعالى على لسان ملكة سبأ وأسلمت مع سليمان لرب العالمين. هذا الدين يا سادة هو دين كريم الله موسى عليه السلام. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. هذا الدين هو دين عيسى عليه السلام فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الإسلام يا سادة هو دين ليلة التمام ومسك الختام وسيد الأنبياء الأصفياء محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام يا سادة هو دين الجن المؤمن. قال تعالى في سورة الجن على لسان الجن وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحرروا رشدا. فالإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين. الإسلام هو الدين الذي ما ارتضى أي نبي إلا أن يكون تابعا لهذا الدين. نعم جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه يوما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله هذه صحيفة من التوراة أقرأها عليك يا رسول الله. فبدأ الفاروق عمر يقرأ هذه الصحيفة ووجه النبي محمد يتمعر فقال أعلم الناس بمراد المصطفى صديق الأمة الأكبر أبو بكر قال سكلتك السواكل يا ابن الخطاب ألا ترى بما في وجه رسول الله من غضب. وقال زيد بن عمرو لا أدري. وقال سعيد بن زيد بن عمرو لا أدري أمسح الله عقلك يا ابن الخطاب ألا ترى الغضب على وجه رسول الله. فنظر الفاروق عمر إلى وجه المصطفى فقال أعوذ بالله من غضب